أو من شوية إنه روسيا بتنسحب من سوريا. الخبر بيقول بوتين نفسه يأمر وزير الدفاع الروسي بسحب القوات الرئيسية من سوريا بدءا من يوم غد. أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزير الدفاع الروسي بسحب القوات الروسية الرئيسية من سوريا بدءا من يوم غد الثلاثاء. ده جاء عقب لقاء ثلاثي جمع بوتين ووزير الخارجية وبعدين في الكريملين. والكريملين قال انه جميع ما خرج به اللقاء الثلاثي تم بالتنسيق مع الرئيس السوري بشار الأسد. واعتبر بوتين ان المهمات اللي اتكلفت بها القوات الروسية في سوريا تم انجازها. ايه بقى ده؟ وقال خلال انه اعتبر انه تم تنفيذ اغلب مهمات وزارة الدفاع والقوات المسلحة، لذلك امر وزير الدفاع ببدء سحب الجزء الاساسي من مجموعاتنا الحربية من الجمهورية العربية السورية، منوها بان الجانب الروسي سيحافظ من اجل مراقبة نظام وقف الاعمال القتالية على مركز تأمين تحليق الطيران في الاراضي السورية. واكد بوتين ان القاعدتين الروسيتين اللي هم في طرطوس ستواصلون عملهم كما في السابق. واعرب بوتين عن امله بان بدء سحب القوات الروسية من سوريا سيشكل دافعا ايجابيا لعملية التفاوض بين القوى السياسية في جنيف. وكلف بوتين وزير الخارجية بتعزيز المشاركة الروسية في تنظيم العملية السلمية لحل الأزمة سلميا. طيب أنا معرفش، ومفيش أي عيب إن أنا أقول معرفش، هل ده معناه إن روسيا تخلت عن بشار الأسد؟ هل ده معناه قرب سقوط بشار الأسد؟ هل ده معناه إن المسألة هتتم سلميا، يعني يتفق المعارضة مع بشار إنك تاخد لك يومين تمشي أو تمشي بكرة والمعارضة تنتخب واحد؟ هل ده معناه بشرة خير لسوريا؟ بلاش بشرة خير، لأن بشرة خير دي بيجيب خراب يعني. إنما أيا كان معناه، خلوني أنا ما أعرفش، لكن أهل مكة أدرى بشعابها. معايا الأستاذ أحمد طعمة رئيس حكومة الائتلاف الوطني السوري. سيد أحمد، مساء الخير يا فندم. يا حياكم الله، أهلا وسهلا بإخوتنا الكرام. سيد أحمد، تحياتي وتحيات مشاهدين برنامج مصر النهاردة، ومش عارف أقول لك مبروك على الخبر ده ولا مش مبروك ولا أي حاجة. مما لا شك فيه أخي الكريم أن هذا الخبر يدعونا إلى التفاؤل، وقد تقبله السوريون بالكثير من الترحاب. تمام. وهو يعطي انطباعا عن أن صمود الشعب السوري أدى في النهاية إلى عدم نجاح الروس في تحقيق مبتغاهم الأساسي. تمام. وهو تثبيت دعائم حكم بشار الأسد والمنظومة العسكرية التي تضمه. أنا أعتقد أن الانسحاب الروسي ينبغي أن ننظر إليه من عدة زوايا. أيوة. ولكن بنفس الوقت علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ليس انسحابا تاما، إذ أن الروس سوف يحتفظون بجزء من قواتهم في قاعدة تحميمين، كما أعتقد أنهم في الفترة القادمة سوف يساعدوا النظام خصوصا في منطقة تدمر من أجل دفع داعش باتجاه الشرق. تمام. أعود للقول، إذا نظرنا إليه من زاوية ما الذي حققه الروس من تدخلهم، أظن أن الروس حققوا 3 نقاط من خلال تدخلهم. النقطة الأولى أنهم أضعفوا الجيش الحر بنسبة ما، بمعنى أن الجيش الحر لم تعد له اليد الطولى على الطاولة السياسية في المستقبل. تمام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أضعف الدور التركي في سوريا المستقبلية نسبيا، ونسبة إليهم شيء مهم. النقطة الثالثة، أضعف أيضا الدور الإيراني في سوريا، إذ أنه من الآن فصاعدا لن تستطيع إيران أن تقول بأنها هي ذات اليد الطولى في سوريا وأنها هي المتحكمة. تمام. في مستقبل سوريا. بنفس الوقت أريد أن أنظر إليه من زاوية الاتفاق الأمريكي الروسي، أو لأقول التوافق الأمريكي الروسي وليس الاتفاق، إذ أن بينهما توافقا على الحل. وهذا الحل من وجهة نظر روسيا هو مهم جدا بالنسبة إليها، بما في ذلك الانطباع الذي تحاول روسيا أن تعطيه
العالم أنها عادت إلى القطبية، وأنها تستطيع هي والولايات المتحدة أن يفرضا حلا سياسيا في سوريا تكونا فيه مشتركتين، وتظهر إلى العالم من جديد القطبية السابقة التي يحرص بوتين على ظهورها، الولايات المتحدة في مقابل روسيا لحل إشكالات العالم أو من خلال مواجهاتهما. هذا ينبغي هذا الوضع أن نأخذه بعين الاعتبار. أيضا هناك نقطة، أنا أعتقد أن النظام السوري حاول بالفترة الأخيرة أن يرفض الأوامر الروسية، وأن يعتقد أنه طالما هناك تدخل روسي فإذا بإمكانه أن يستمر في المعركة حتى النهاية، وأن يبقى بخيار العسكري، وأن يسحق المعارضة نهائيا، وأن يعيد الشعب السوري إلى القمقم الذي كانوا قد وضعونا فيه منذ 50 عاما، منذ الانقلاب المشؤوم في 8 من آذار عام 1963. بالمناسبة الانسحاب الروسي اليوم هو إشارة إلى النظام، وهو أنه إذا لم تسيروا في المفاوضات وتجلسوا إلى الطاولة وأن تسيروا في الحل الذي وضعه المجتمع الدولي في بيان جنيف 1، فإنه يعني أنهم سوف يتركونهم وشأنهم، وهذا ما لا يستطيع أن يتحمله النظام السوري. هي رسالة جدية للنظام السوري. أيوة، بس أستاذ أحمد، سيد أحمد، يعني الخبر كما ورد بيقول بالظبط كده يا فندم انه الاجتماع الثلاثي اللي حصل بين وزير الخارجية ووزير الدفاع والرئيس بوتين اللي تم في الكرملين تم بالتنسيق مع، او ما خرج به الاجتماع قصدي اقول، يعني تم بالتنسيق مع الرئيس السوري بشار الاسد. هذا ما يقوله النظام السوري، اما الحقيقة وهي كما قال تحدث عنها الكرملين أن بوتين أبلغ بشار الأسد وبالهاتف، حتى لم يرسل له مندوبا أو حتى لم يكلف خاطره بأن يضعه في هذا التصور، أو أن يصدر بيان مشترك عن القوات الروسية والقوات السورية. اتصل بهاتفين وقال له إننا سوف ابتداء من صباح الغد سوف نبدأ بالانسحاب من سوريا، وعليكم أن تتدبروا أمركم. هكذا يتعامل السادة مع العدو. أيوة، بس أنا ما فهمتش يا أستاذ أحمد برضو، يعني لم أفهم لماذا هذا التخلي المفاجئ عن بشار الأسد إذا كان تخلي. أنا هنا أريد أن أقول ضمن العوامل التي تحدثت عنها حول أسباب هذا الانسحاب، أقول النقطة الأخيرة التي أحببت أن أشير إليها أن تكلفة الحرب بالنسبة إلى روسيا أصبحت باهظة جدا، سواء على الصعيد المادي، واعتقد ان الروس في ظل انهيار اسعار النفط ليسوا قادرين على تحمل تكاليف الحرب لبضع سنوات، وبدات تظهر لهم انه يمكن ان يقعوا في المستنقع السوري كما وقعوا في افغانستان. ايضا على الصعيد المعنوي، انت تعرف اننا في القرن 21 والاعلام خصوصا بعد قصف المستشفيات ليس كما كان الاعلام في ايام الثمانينات يمكن تغطيه هكذا جرائم بهذه البساطه، ومنظمات المجتمع الدولي وخصوصا المنظمات الحقوقيه اصبحت تضغط بشده على روسيا في هذا الصدد. طيب. لكن اعود للقول، حقيقه حتى هذه اللحظه يبدو لنا هذا القرار الروسي هو قرار مفاجئ، وعلينا ان نتريث في اصدار الحكم النهائي. لماذا اتخذ الروس هذا القرار؟ علينا ان نجمع اكبر قدر من المعلومات خلال الايام القادمه لكي يتضح لنا ما وراء المكنه. طيب. حتى ما حصل. سؤال الأخير يا أستاذ أحمد، سؤال الأخير. من كان يصدق ثانية، من كان يصدق أن الروس عندما تدخلوا في 30 من سبتمبر أنهم سوف يخرجوا خلال 6 أشهر؟ طيب سيد أحمد، أنا معايا خبر عاجل دلوقتي، استقالة قائد البحرية الروسية. هل في تقدر يعني يكون في ربط ما بين الخبرين دول، انسحاب فجأة واستقالة قائد البحرية الروسية كما ورد في الخبر العاجل؟ من ناحية المبدأ أنا لا أعتقد أن هناك رابط بين الاثنين، إلا إذا كانت الحملة على سوريا هي جزء من مما كلفت بتنفيذه البحرية الروسية، وإذا نظر إلى ما فعلت البحرية الروسية على أنه فاشل، وعند ذلك فقائد البحرية ينبغي أن يدفع الثمن من وجهة نظر. طيب سؤالي الأخير سيد أحمد، سؤالي الأخير بعد إذنك، هل تعتقد أن دي انسحاب فعلي ولا ده مجرد مناورة من النظام الروسي؟ هو من ناحية جزئية هو انسحاب فعلي،
ولكن كما قالوا هم سيحتفظون بقاعدة حميميم الجوية وسيحتفظون ببعض المناطق من أجل دعم النظام فيما لو تعرض النظام لهجمات خلال الفترة القادمة. لكن أعتقد أنه جديد ولا يستطيع الروس أن يخفوا هذه الحقيقة طالما صرحوا بهذا الشكل من أنهم اتخذوا قرار بمسألة الانسحاب. وأنت تلاحظ أنهم نسبيا التزموا بالهدنة التي اتفقوا عليها مع الأمريكان فيما يتعلق بالنسبة ل 69 منظمة وفصيل واللواء في سوريا. تم الاتفاق على أن هؤلاء قد قبلوا بالهدنة، والتزم الروس نسبيا بعدم استهدافهم خلال الفترة الماضية، وبالتالي حافظوا نسبيا على الهدنة. فأنا أعتقد أن قرارهم هو قرار حقيقي وليس مجرد. طيب خير على كل حال، خير يا دكتور أحمد، خير. لكن إذا اتفتحت طاقة أمل للمعارضة السورية أنها تجلس الآن على طاولة المفاوضات وهي على قلب رجل واحد يعني. إنما أنا لاحظت حاجة غريبة امبارح. السيد أحمد الجربة في مصر شكل فصيل أو حزب اسمه غد سوريا تقريبا، وإنه كان ظاهر في الصور إلى جوار دحلان. بالنسبة لنا نحن كسوريين من يريد أن يشكل تيارات سياسية فله ذلك، ولا ليس لدينا معرفة واضحة بخلفيات مثل هذا مثل هذا التأسيس هذا الذي سماه تيار الغد. والذي بلغنا أنه قد قام بدعوة مجموعة من أصدقائه لحضور هذا الاحتفال، وقد لبى البعض الدعوة والبعض لم يلبي. لهذه اللحظة نحن في مؤسسة الائتلاف لم نتخذ أي قرار بشأن هذا الصدد، لا بل لم يؤخذ هذا الموضوع بدراسة بمعنى أنه يمكن أن يكون ما وراءها ما وراءها. طيب أحمد طعمة رئيس حكومة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بشكرك جدا يا فندم، وأتمنى من قلبي أن يكون دي تكون بشرة خير لدولة سوريا وللشعب السوري العظيم، وتكون بداية انطلاقة إن شاء الله نراها ونشهدها لسوريا الجديدة، سوريا المختلفة تماما عن سوريا آل الأسد كلهم. على كل حال معرفش يا جماعة، وأنا قاعد كده بسمع الخبر ده حاسس بالسيسي. بمعنى إيه حاسس بالسيسي؟ إنه على فكرة لما حد يقول لك حاسس بالسيسي قول له بعد الشر عليك. بمعنى إنه السيسي، أو واحد يقول لك معلش أصل أنا سيسي وجعني، يعني سيسي بقى مرض يعني، أو تروح للدكتور تقول له معلش أصل وأنا قاعد كده سيسي وجعني شوية، أو تاخد علاج ضد السيسي. بمعنى إن السيسي شاف بعينيه دلوقتي إزاي إن روسيا بتتخلى عن بشار اللي هو طفل الأنابيب بتاع روسيا. فهل بقى السيسي دلوقتي قلقان؟ يعني شاف نهاية تعامل بشار، اشتغل خدام عند الروس، ايه مسح جزم وقالوا له موت شعبك يا راح مموت. ادي نهايته، ان روسيا فجأة بقرار ثلاثي، هو غالبا قرار زي ما قال الدكتور احمد طعمة ممكن يكون له علاقة بالازمة الاقتصادية او بارتفاع او انخفاض اسعار البترول. فروسيا ما عندهاش فلوس بقى تصرف على الناس دي، انا هصرف على العواطلية دول يتحرقوا ببعض. طيب لكن زمان كانوا بيقولوا لنا، زمان كانوا بعض المراقبين بيقولوا لما يخلص دور الأسد الدور على الحمار. الأسد اللي هو بشار، الحمار مين بقى؟ أيوه هو السيسي. فهل دي بداية أنه يعني سياسة أو إعادة تشكيل السياسة الروسية في المنطقة؟ وانتوا عارفين أنه بوتين واخد السيسي في جيبه واداله الجاكيت وبتاع. فهل السيسي دلوقتي وهو قاعد مع خلصائه يعني قاعدين يراقبوا الموقف الروسي وايه تداعياته وايه المعلومات اللي عندهم؟ هل هو بدأ يعني يحط في اعتباره انه خلاص الراجل بيتخلى عن حليف؟ ما اعرفش، لانه السيسي عمال يجري اصلاحات اقتصادية او بيحاول يعمل كده نظام السيسي، يعني زي ما عمل النهاردة في الدولار، زي ما قال البنك المركزي المصري الخبر يخفض سعر الجنيه 112 قرش مقابل الدولار.
خفض البنك المركزي المصري يوم الاثنين سعر العملة المحلية بمقدار جنيه و12 قرش مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد